النهاردة الذكرى المرعبة لإسرائيل، ذكرى انتصارات 10 من رمضان 6 من أكتوبر 1973 يوم النصر العظيم. 10 من رمضان يعد أعظم انتصار للأمة العربية في تاريخها الحديث على الإطلاق، لأنه جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم وحبهم للوطن. الجيش المصري يا جماعة في 10 من رمضان عمل ملحمة استثنائية تدرس حتى الآن في الجامعات والكليات العسكرية في أوروبا وفي العالم كله، وأصبح هذا الانتصار نقطة تحول كبيرة في التاريخ المعاصر، نقطة تحول كبيرة في مسار الصراع العربي الإسرائيلي. بهذا الانتصار يا جماعة استطاعت مصر تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي. 10 من رمضان اليوم الذي تمكن فيه الجيش المصري من عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء الحبيبة. علشان الجيش المصري يعبر قناة السويس لازم يحطم خط بارليف المنيع، اللي كل الخبراء العسكريين في الوقت ده بيقولوا إن الجيش المصري ما يقدرش يحطم هذا الخط لأنه يحتاج إلى قنبلة نووية. لكن بالعقل والفكر وإرادة المصريين قدر الجيش المصري إن هو يتغلب ويحطم خط بارليف المنيع. نجحت حرب أكتوبر المجيدة 10 من رمضان في إعادة الملاحة لقناة السويس التي توقفت لفترة طويلة بسبب الصراع المصري الإسرائيلي عام 75، كما مهدت الطريق لإتمام اتفاقية السلام كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. 10 من رمضان يا جماعة جعلت مصر تسترد سيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس، ثم جاءت بعد ذلك آخر قطعة من الدولة المصرية طابة عن طريق التحكيم الدولي. عن طريق التحكيم الدولي استردت مصر طابة. الانتصارات يا جماعة انتصارات 73، انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، انتصارات 10 من رمضان خلدت في التاريخ للجيش المصري أهم إنجاز عربي في التاريخ الحديث. بنستغل الفرصة وبنقول لخير أجناد الأرض كل سنة وأنتم طيبين وعلى انتصاراتنا موفقين. بنقول للشعب المصري كل سنة وأنتم طيبين. بنقول للقيادة السياسية كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله جيشنا وشعبنا ورئيسنا كلنا إيد واحدة من أجل تقدم ورقي وازدهار هذا البلد. حفظ الله مصر ونصر جيشها وثبت على طريق الخير والصلاح رئيسها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر السيسي رغم أنف الحاقدين.